السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات بدون استثناء، كنرحب بالجميع وفين ما كنتوا، سواء كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج الوطن، فكنحيي الجميع وكنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا. شكرا للناس اللي التحقوا بالقناة، شكرا للناس اللي كيعطيونا من الوقت ديالهم، شكرا لكم على لي لايك والبارطاج، وشكرا لكل واحد كيعبر على الرأي ديالو. بغيت نشكر واحد السيده المهمه الحبيبه ديالي، الله يحفظك، اللي دائما كتحلي معايا القصه ودائما كتخلي لي الرأي ديالك، وانا كنقول لك شكرا لك بزاف، وشكرا القلب الطيب ديالك، وشكرا الحنان اللي كيبان غير من خلال الكلمات اللي كتكتبي. شكرا لك ولهلا يخطيك، وتحيه للناس كازا فين ما كانوا. اكيد ملي غادي نقول تحيه لكازاوا فغادي تكوني عارفه على من كنهضر. انا كنحييك وكنقول لك شكرا على يد المساعده اللي قدمتيها للناس ديال القصه السابقه. كنقول لك شكرا ميمتي ولهلا يخطيك، والله يرحم لك الوالدين، والله يخليك صحيحتك وكل واحد عندك عزيز. غنبديو في القصه لان بزاف منكم غادي يبدي يقول لي اختي كرام ما تبقيش تطولي لينا في المقدمه ودخلي لينا مباشره في القصه. واخا حبايبي، على العين والراس. القصه ديال اليوم ديال وفاء اللي كانت عايشه في وسط واحد العائله كما نقولوا، واخا كانت بسيطه، كان الحب والحنان والعطف هو راس مالهم. عاشت في وسط واحد الناس اللي كانوا بسم الله ما شاء الله، التربيه هي تاج الريوس ديالهم والكرامه هي كل شيء. كبرات وقرات ولكن ما كملش الله، غتاخد البكالوريا ديالها وغادي توقف على الدراسه بسبب انها يعني ماديا ربما، ولا ما بغاتش، ولا الله اعلم. المهم غتحبس القرايه ديالها وهي في الباك. خدات الباك ديالها مزيان، يعني كما نقولوا خداتو الحمد لله وهي راضيه على النقطه ديالها. غتبقى في الدار ديالها حتى غادي يجي واحد النهار واحد ولد الجيران. هاد ولد الجيران اللي كان غير كيبيع ويشري، بائع متجول، كل نهار ونهارو وكل نهار ورزقه، غادي يجي وغادي يتقدم لهاد وفاء. هذه هي مسكينه طبعا قالت ماشي مشكل، واخا يعني ما الدخل ديالو محدود، ولا ربما كاين شي نهارات اللي ما غاديش يجيب، ولكن ماشي مشكل. المهم انني ما نخرجش وما نتصاحبش وما نخرجش للزنقه. غادي تتزوج بهاد ولد الناس اللي جا ليها، ولكن غادي يقول لها انها غادي تسكن مع الدار ديالهم، وهي قالت ما عنديش مشكل، حتى حنايا اصلا ساكنه معنا مرات خويا، يعني واحد خوها مزوج وساكن معاهم في الدار، ما كاينش مشكل، يعني مصاب غير الصحه والسلامه. غادي تبقى عايشه وفاء مع هاد الاسره هذه حتى لواحد النهار اللي غادي يبقى ينوض الصداع والمشاكل. للاسف الشديد وفاء ما لقاتش داكشي اللي كانت كتمنى لا في عجوزتها ولا في الويستها، واخا كانت يعني كدير كل ما عليها، ولكن كان دائما داك القمع، داك الحقره هذيك ديال انت مرات الولد خصك ديري هذه وديري هذه. تحملت ما لا يطاق لدرجه انها كانت كيخليوها بالجوع، وكتدخل مسكينه لهذاك الكوزينه كيقولوا ليها لا ما طيبيش حتى يجيب لك راجلك ما تاكلي. عاشت المر وعاشت القهره، حتى لواحد النهار اللي غادي يقول لها الزوج ديالها وفاء واش انتي مستعده تضحي معايا؟ قالت ليه انا ما عنديش مشكل نضحي معاك ونطيح معاك في البحر، بنات الناس اكيد. غادي تنوض وغتقول له غير قول لي. وهنا هي مسكينه كانت حامله وكانت عندها 3 شهور. غادي تقول ليه ماشي مشكل نخرجوا فين ما بغيتي نمشي معاك نمشي. غادي يقول لها انا فكرت اننا نخرجوا ونشوفوا شي دويره ونكريوها ونتهناو من الصداع، ولكن راه ممكن غادي يجيو شي شهوره اللي ربما ما نلقاوش ما ناكلو، حنا غادي نخلصوا اكراتنا وغادي نعيشوا على قدنا. وفاء وافقت وقالت ماشي مشكل، المهم انني نكون عايشه وانا مرتاحه، ماشي مشكل ناكل ما ناكلش، الله يجعلني ما نفرش اللي كان. فعلا مشاو خرجوا وكراو واحد الدار اللي كانت فيها 2 بيوت وكوزينه، غادي يكريوها بواحد الثمن اللي شويه بسيط. غادي يبقى هو خدام، وكان دائما كتلح عليه وكتقول ليه خصني ضروري نعاونك، الله يجعلني ما نبيع غير الخبز. هو قال لها لا انايا قاد بالكرا،
المهم غير في المصروف غادي نبديو ندابزو بشويه بشويه. فعلا غادي يكريو ديك الدار، والحمد لله شويه بشويه فرشوا ديك الدويره. اما نهار اللي خرجوا غادي تخرج ببيت النعاس ديالها فقط، داكشي اللي دات، لا موراها ولا قدامها. غادي تبدي تفرش الدار ديالها بشويه بشويه، وباش مرض الله خوتها شويه كانوا كيعطيوها شويه هوايه. والحمد لله ربي ما كيخيب حتى شي واحد، غير صفي مع ربي واكيد ما تخافش. غادي تبقى حتى غادي تولد البنيته الاولى اللي طلقت عليها سميت مريم. غادي تبقى عايشه ما هي والزوج ديالها. الزوج ديالها الحمد لله بدا شويه بشويه يعني كيبيع كيشري، بدات الحركه كما نقولوا. حتى ولات حتى هي كتقول له شوف خلي ليا، مادام اننا حنا ساكنين في حي الشعبي حتى انا نبقى نبيع ونشري. ولات دوك الناس ديال الحي اللي هي ساكنه فيه بدات كتقول لهم هو راجلي عنده معنات زوينين، وراجلي عنده شورطات زوينين، وها انتيا شوفي الشونتي. وبداو حتى دوك الجيران كيديو عليهم. الجاره اللي كانت باغيه شي حاجه كانت كتجي وكتقول لاختي وفاء نديوها عليكم نتوما، يعني نتوما اولى. وبدات كتبيع حتى هي مع الزوج ديالها. واحد النهاراتي اللي غتكون دازت تقريبا واحد 3 سنين، هنايا غادي يفكر الزوج ديالها بالهجره الى اسبانيا. وهي طبعا في الاول جاتها قاصحه، لان كتقول له ما يمكنش، وانايا وشكون اللي غادي يبقى معايا؟ مريم باقا صغيره، ما عندي لا حنين لا رحيم، وانت يا عارف يعني شكون اللي غادي يبات معايا وانا كنخاف وكل شيء. ولكن فاش عاودتها للجارات ديالها كلهم شجعوها وقالوا لها خلي الراجل يمشي. علاش ما تخليش؟ خليه يمشي وانتيا هانتيا وسط منا كاع على لا الى خفتي كاع غادي نبقاو نديرو النوبه كل نهار تبات معاك جاره. وفعلا ونعم الجارات. غادي هي توافق وغتقول الزوج ديالها صافي غيسير حرق. غادي يمشي هو وغادي يحرق، وغادي يمشي طبعا كما قلت لكم لاسبانيا. غادي يسلك على خير الحمد لله، وغادي يبدي خدام تمايا يوم بعد يوم. واحد النهار قال ليها شوفي انا راني شديت خدمه والحمد لله كنتخلص مزيان، واخا غير في الفلاحه، ولكن عندي واحد الصالير مزيان. انا غادي نبقى نصيفط لك، ولكن عافاكي خلصي كراتك، ولكن ردي بالك وديري علاش نوليو حنا ما غاديش نبقاو في الكرا. واكيد غادي يجي يوم اللي خصنا حتى حنا نديرو الدويره ديالنا، واكيد بنتنا ها هي كتزيد وكتكبر، يعني خصنا نوفروا ليها كما نقولوا كل شيء ديال الحياه، يعني سواء مسكن ولا لباس ولا شراب ولا اي حاجه. ضروري خصنا البنت ديالنا ما تكون مخصوصه حتى شي حاجه. وزيدون ما خصناش نعيشوا القهره اللي عشناها حنايا، يعني خصنا بنتنا كل شيء يكون عندها. طبعا هي قالت له صافي وكون كهاني. بدا كيصيفط لها كل شهر، يعني ها هي واحد مهم صالير اللي ما اللي نقولوا غادي يقدها هي وغادي تخلي منه. اصلا هي كانت دائما مع الجارات ولا كتمشي عند امها. الحمد لله بقات يوم بعد يوم حتى غتدوز واحد 3 سنين. فاش غادي تدوز 3 سنين غادي يفاجئها الزوج ديالها وغادي يعيط ليها وغادي يقول هو اخيرا تقبلوا لي الوراق ديالي، باقي شهر وغادي نطبع الوراق ديالي وغادي ندخل عندك مراتي. وشوفي انا جد 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 فرحان والحمد لله واخيرا. ولكن كان واعدك غير غادي زعماتي كنجي الخطره الاولى كيما غادي نرجع غادي نشوف كي ندير. ضروري خاصنا نتجمعوا لانني عييت بالقهره وعييت ما نبقى زوفري، بغيتك تكوني معايا نتيا وبنتي. هي فرحات وخرجت كتزغرت عند الجيران وكتقول لهم واخيرا راجلي غادي يجي وراه دفع الورق والحمد لله راه كلشي هو هذاك. غادي شي شهر ولا وغادي يدخل لعندنا وغادي يجي يشوف بنته اللي خلاها مسكينه باقا صغيره. الجيران كلشي فرحوا ليها، ولكن لمياء كانت كتقول لهم خصني نوجد شي حاجه لراجلي. الدار ولات مكرفسه ومسخه. اصلا كانوا ساكنين كما قلت لكم في واحد الحي شعبي بزاف، وهذيك الدار فاش دخلوا ليها اصلا دخلوا ليها شويه مسخه. ودازت فتره وديك الدار يعني بقات هي ما تصبغات ما حتى شي حاجه. بقات كتفكر وكتقول ضروري خصني نصبغ هاد الدار، ضروري خصني نبدل الفراش، ضروري خصني الزوج ديالي فاش يجي ويلقى
الدار غزاله، يعني خصني نخمل، خصني نصبغ، خصني نبدل الطلامات ديال الصاله، خصني نشوف شي يعني بيت النعاس، خصني ضروري نسكسف عليها. وهي فرحانه بالزوج ديالها غادي يجي. بدات كتفكر ولكن كتقول للجارات ديالها انا ما عنديش كيفاش ندير، واش انا غادي نمشي نجيب صباغ وانا مرا ما يمكنش ليا. وهي تقول لها الصديقه ديالها الجاره اللي كانت معها دائما، قالت لها علاش نتيا هازه الهم، كونك واثقه بانني انا غادي نقولها للزوج ديالي وهو غادي يمشي ويدبر لك على شي واحد صباغ ويجيبوا لك للدار. ففعلا غادي تجي المراه وهي والزوج ديالها وغادي يقول لها اختي قالت لي المدام انك باغا تصبغي. ايه الله ودي باغا نصبغ، ولكن انا يا خويا راك عارفني ما كاين لا راجلي ولا خويا ولا حتى شي واحد اللي حدايا، انا ما نقدرش ندخل شي واحد زعما هكايا ولا نبقى انا وياه في الدار، ما نقدرش. طبعا يعني اي وحده ما يمكنش تبقى هي وشي واحد غريب غير هي وياه طيط في الدار. غادي تقول لها الجاره شوفي الا بغيتي اجي جلسي معنا في الدار وراجلي يمشي يجيب صباغ وها هو زعما هو معاه في الدار. هي قالت لها شوفي انا الا كان يجي شي صباغ غادي نبقى نخويلو جهه بجهه، يعني غادي نبقى نخويلو مثلا الصالون حتى يكملوا كامل ونرد ليه الحوايج زعما ونبقى فيه ونولي عاوتاني، ولكن فاش يكون هو غادي نبقى نجي عندك، يعني ما نبقاش نجلس انا وياه. ففعلا غادي يمشي داك الجار وغادي يجيب ليها واحد الصباغ اللي مشى وقلب عليه غير في الموقف وغادي يلقاه تمايا وغادي يجيبو على اساس يعني صباغ اللي غادي قاد لهاد السيده هذه الدار. جابوا تفاهموا معاه وقال لهم بان سيمانه بالضبط غتكون الدار مفينيه مكمله نعاود ليها كلها، ولكن ضروري سيمانه اللي غادي تعطيو ليا. هي قالت ليه ماشي مشكل سيمانه عادي، وقال لها ها شنو السخره اللي غتجيبي لي يعني السلعه. فقالت ليه صافي، مشات وتقدات ليه السلعه داكشي اللي خاصو كامل وحطاتها ليه. غادي يجي هويا ولا غد ليه وغادي يبغي يبدي في الدار، غتقول ليه لا سير انا باقه، يعني هذا النهار راني عاد كنخوي، لان طبعا المراه غير هي قالت ليه الله يعطيك الستر خويا حتى الغدا واجي ان شاء الله تبدي. فخوات ليه وبدا هويا كيصبغ. غادي تكمل 10 ايام بالضبط، وهنايا السيد باقي ما كملش الدار، وهي غتمشي عند الجار وغتقول لها ودي مالها الصباغ مازال ما كملش ليا، هو قال لينا سيمانه في الاول ودابا وصلت 10 ايام وهو يا باقي، يعني راه عاد ما كملش لنا الدار ما ضربش فيها حتى النص. غادي يمشي عنده داك الجار وغادي يقول ليه اودي مالك ما كملتيش الدار السيده الزوج ديالها جاي وخصك دغيا تكمل ليها الدار، اصلا يلا تحيد ديك الريحه ديال الصباغه ويلا المراه تركل الحوايج ديالها ويلا تسيق ويلا ترتاح توجد شنو باغا توجد. الله يعطيك الستر المراه راها مجروبه على الدار، يعني خصك انت تكملها دغيا. ففعلا غادي يقول واحد اليومين ماكسيمو وغادي نكمل ليك الدار. غادي يخرج الصباغ يمشي في حالاته واحد شويه وهي غادي تمشي للدار ديالها وغادي تدق عليها واحد المراه قالت ليها شوفي الله يعطيك العز انا يا لهكها بالعطش وبغيت منك ميها اعطيني عافاك نشرب. وفاء طبعا قالت لها واخا حبيبه ديالي نمشي نجيب لك الماء صافي استناني. مشات وجابت ليها الماء وجات عطاتها الماء وهي تقول لها شوفي والله اختي لا فيا الموت الجوع، الا واخا عندك الخبز غير حافي ما تعطيني معاه والو، انا بغيت شويه الخبز عافاك اختي اعطيه ليا. هي قالت لها شوفي اويلي الخبز حافي صافي خليك هنا كتسناني وانا غادي ندخل نعمر لك كويستاي ونجيب لك معاه الخبز واللي قسم الله، جلسي هنايا انا ندخل ونجي. قالت لها واخا. غادي تخرج هي مسكينه هذيك بقات على برا ديك المراه اللي جات كطلب، وهي وفاء غتدخل الكوزينه بدات كتعمر اتاي وكتوجد اللي قسم الله باش تعطيه للمراه اللي جات كطلب منها وكتقول لها بانها ميته بالجوع. فاش وجدات وسالات ودارت كل شيء في واحد البلاطو غادي تجي خارجه للباب كديرها وها ما كتلقى حتى شي واحد. فين مشات المراه
واش المراه كانت هنا وقالت لي عطيني، وفين مشات فين غبرات، عيات كتعيط عيات والو. هزت داك البلاطو كما هو وسدت الباب ديالها ومشات عند الجيران، قالت لهم انايا واش ما شفتوش واحد المراه اللي كانت هنايا وعطيتها قرعه ديال الماء ومعها كاس، والمراه هاكي كانت دايره وكانت لابسه جلابه في الكحل ودايره شال في الكري، وانايا ما عرفتش فين غبرات. والمراه يلا دخلت عمرت اتي خرجت لقيتها طارت. عيات كتسول لا الدراري اللي كانوا كيلعبوا ولا الناس الكبار ولا هما الحوانت كل شيء، قالوا لها ما شفنا حتى شي مراه وما دازت حتى شي مراه. واش انتي واثقه؟ هي كتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم. واش هذه مراه ولا جن؟ انا واثقه ان المراه دقات عليا وقالت لي عطيني الماء نشرب، وراني دخلت وجبت ليها قرعه وقالت فيها الجوع، ووليت دخلت للكوزينه على ما وجدت ليها ما تاكل ما كاملاش 10 دقائق، وخرجت لقيت المراه طارت. الجارات بداو يضحكوا عليها وكيقول لها وفاء انتي واقيلا وليتي بحال كنتي شحال هادي، وليتي كتخافي، وليتي تدخلي وتخرجي في الهضره كاع، وراها ما يمكنش. وهاد المراه هادي وحتى كاع لا الا كانت مشات الله يعاونها. قلت لهم راه بقات فيا وقالت انني فيا الجوع وانا ما خرجت لهاش ربما دغيا وهي مشات في حالاتها، ولكن بقى فيها الوسواس. كتقول لهم والله تدخلني الشك، انا هاد المراه هادي بغيت نعرف واش هي جن ولا بنادم، انا ما يمكنش. وبقات كتولي وكترجعها في الراس ديالها بزاف ديال المرات وهي حايره كيفاش المراه وفين مشات وما يمكنش. الجارات قالوا لها شوفي غتجي بقاي معنا، داروا كاسكروط وكلاو غادي تودن المغرب وغادي يمشيو للدار. هي قالت للجارات ديالها انا ما مرتاحاش، انا حاسه بشي حاجه ما عرف كيفاش، والله هذيك المراه جابت لي الخوف وجابت لي الخلعه. واش هاد المراه جنيه؟ شوفوا البنات عندكم تكون جنيه، عندكم هادي ما تكونش زعما شي مراه ديال بصح وتكون جنيه وجات عندي في صفه انسانه. بقاو كيضحكوا عليها وقالوا ليها شوفي حنا غادي نمشي معاك للدار وغادي نجلسوا معاك لالا حتى تبغي تنعسي، وديك الساعه نمشيو في حالنا لدارنا. وهنا كانوا 4 جارات بالضبط جلسوا معاها حتى تقريبا 10:30 ديال الليل وعاد مشاو بحالهم. فاش مشاو بقاو كيضحكوا لا وفاء والله لا ما عرف مالها، والله لا وفاء شوفوا كيفاش راها زعماتك خايفه وما عرفت شنو. مشاو وهي بقات في الدار ديالها. غادي تدوز واحد 4 ديال الساعات وبالضبط نقولوا ديك الوحده د الليل كاع غادي يسمعوا مريم كتزقي وكتبكي. كلهم كيقولوا هاد الصوت ديال شي بنيوته صغيره، شكون هذا ولا شكون هادي؟ غادي يحلوا الباب وغادي يقولوا الصوت جاي من دار وفاء. اويلي واش هاد المراه نعسات وخلات بنتها كتغوت وكتبكي هكا؟ غادي يمشيو وغادي يبداو يدقوا حلي يا وفاء حلي يا وفاء. وفاء ما جاوبتش، ولكن مريم كتزكي اللي هي الابنه ديال وفاء كتزكي وكتغوت، وهمايا عياو كيعيطوا وعياو يعني كيفيقوا في الام وهي ما بغاتش. هنا غادي يدخلهم الشك بالمعقول، ما يمكنش وفاء غادي تنعس وتخلي بنتها زعما بهاد الحاله كامله، ما يمكنش وفاء غادي تنعس وتخلي مريم اللي هي العمر ديال وفاء. واصلا وفاء كانت قالت لهم بانها ما غاديش تنعس، قالت لهم خصها ضروري تركن بعدا غير الصاله وتخملها باش غدا عاوتاني تولي تصايب البيت الاخر وعاد الكوزينه. يعني هما يبقاو حايرين كيفاش هاد المراه هادي نعسات وهاد النوم العميق كما نقولوا. بقاو كيدقوا. هنايا غادي يقروا الجيران لان دخلهم الخوف بالمعقول، بداو كيقولوا غادي يهرسوا الباب وغادي يدخلوا، ولكن باي حق غادي يهرسوا باب ديال الجاره ديالهم؟ ما عندهمش الحق. غادي يجي واحد الولد اللي كان كيسكن غير حداهم، وهاد الولد هذا كان شويه واعي، قال لهم غادي تحبسوا ما غادي تهرسوا لا باب لا والو، غادي نعيطوا للبوليس وهما اللي غادي يجيو وغادي يفرعوا هما الباب، لان احنا ما يمكنش لينا غادي نجي
نجيو ونفرعوا الباب وغادي ندخلوا. بلاتي خلينا نعيطوا للبوليس. وفعلا عيطوا للبوليس. البوليس واخا تعطلوا واحد شويه وهما يجيو. اشنو واقع؟ قالوا ليهم بان السيده تفارقنا معها مع ديك 10:30 د الليل، دابا الوحده وحنايا المراه بنتها كتزقي لداخل وما عارفين شنو واقع. عيينا كندقوا هذه شي ساعه وحنا كندقوا ولكن ما حلينا حتى شي واحد. هاد الام ما يمكنش تكون ناعسه ومخليه بنتها، وما يمكنش هاد الام هاد الزقا كامل ما غاديش يفيقها. هاد الزقا الا كان فيقنا حنا اللي بعاد وعاد ما غاديش يفيق الام حداها. هنايا غادي يقرر البوليس وغادي يجيبوا امر باش يهرسوا الباب ويدخلوا. فعلا غادي ماشي يهرسوا، يعني غادي يدفعوا الباب يطرقوها ويدخلوا. غادي فعلا يدخلوا للدار. فاش غادي يدخلوا للدار غتكون الصدمه الكبرى والطامه الكبرى وشي حاجه اللي ما كانوش كيتخيلوها الجارات، اللي جامي جاتهم على بالهم بان ممكن يشوفوا وفاء في هذا المنظر هذا ولا في هذا الديكور هذا. غادي يدخلوا وغادي يلقاو وفاء مسكينه على الوجه ديالها وعامره بالدمايات، والصاله ديالها اللي يلاه صبغاتها عامره بالدم، والسيده يلاه حاطه سداري واحد في هذيك الصاله. الجارات كيما شافوها بداو كيغوتوا فاش بقاو زعما تكشفوا داك الديكور، وعاد غادي يلقاو الابنه ديالها عامره بالدمايات، يديها فيهم الدم وحويتها فيهم الدم وجه البنيته فيه الدم. يعني منظر اللي ما يمكن حتى على شي واحد اللي عنده قلب انه يتحمله. غادي يبديو يسولوا مريم اللي كانت باقا صغيره والعمر ديالها ما كاملش 4 سنين. بقاو كيسولوها مال ماماك شنو وقع ليها؟ قالت لهم انا ما عرفتش، انا كنت كناكل شويه ماما بدات كتغوت وانا جيت خارجه ولقيت ماما هكذا. قالوا ليها شكون اللي ضرب ماما؟ قالت لهم ما شفت شكون اللي ضرب ماما وما عرفت شكون اللي ضرب ماما، انايا غير ماما بدات كتغوت وانايا جيت عندها وما لقيت حتى شي واحد. بداو مصدومين، واش المراه مقتوله والابنه ديالها كتقول ما شافت حتى شي واحد؟ واحد الجاره قالت لهم عندكم تكون الجنيه اللي شافتها هي اللي قتلتها. ولكن هنايا البوليس بداو كيشوفوا فيها، قالوا اش من جنيه؟ واش يمكن جنيه غادي تطعن المراه عده طعنات وغتخليها بهاد الحاله هادي؟ راه مستحيل، راه ما يمكنش. غادي يهزوا وفاء المرحومه وغادي يديوها مسكينه. اما مريم فغادي تقول لهم واحد الجاره، وطبعا داكشي كلشي قانوني، قالت لهم بانني انا غتبقى عندي البنيته حتى تجي العائله ديال وفاء وديك الساعه يديو بنتهم. غادي تدي مسكينه ديك البنيته وغادي تغسلها وتبدلها وتشدها عندها. ولكن البنت كانت دابا وساعه كتغوت على الام ديالها لانها شافت بشاعه المنظر اللي كانت فيه الام ديالها، وزيدوا البنت ما عمرها ما فرقت الام ديالها. غادي يبديو يسدوا مهم هذاك الباب وغادي يمشيو بحالاتهم. غادي يديو ديك الجثه غادي يحطوها في الطبيب وغادي يجيو باش غادي يبديو التحقيق. طبعا غادي يجيو الشرطه اللي مختصين في الجرائم وغادي يبديو يقلبوا كما نقولوا على راس الخيط. اول شيء غادي يدخلوا وغادي يهزوا داك الدم وغادي يهزوا البصمات اللي كاينه تمايا في ديك الدار باش يعرفوا شكون. وهما كيقلبوا كيلقاو الروينه عندها في الدار كلشي مركت اصلا، وغادي يلقاو تليفون اخر محطوط من غير تليفون ديال مولات الدار. فاش غادي يبديو يسولوا شكون زعما هاد التليفون، واش ديال شي وحده من الجارات اللي هما اكدوا بانهم كانوا معاها، قالوا لهم هاد التليفون ماشي ديالنا وحنا ها هما تليفوناتنا عندنا. غادي يقولوا لهم فين هو التليفون ديال وفاء المرحومه، فغادي يقولوا لهم ها هو التليفون ولكن هذا ماشي ديالها. غادي يهزوا داك التليفون وغادي يصونيو على اخر نمره اللي كانت صونات عليها هاد النمره هذه، يعني مول هاد التليفون اخر نمره صونا عليها. فاش غادي يصونيو غادي يجاوبهم واحد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا ودي، حنا هاد التليفون هذا لقيناه ولقينا هاد النمره هذه هي اللي مصونيه زعما في التالي كاع. غادي يقول لهم بانني انا فلان الصباغ. غادي يقول لهم ان هاد النمره هذه ديال واحد السيده، ولكن فين هي؟ قالوا لهم ما عرفت فين مشات
وشنو تليفونها اصلا كيدير في الظهر ديال السيده، وانت صباغ وصبغتي وتخلصتي ومشيتي، وهاد التليفون هذا اش كيدير في الدار؟ غادي يقولوا ليه بانه ضروري خصو يجي لعندهم، وفعلا غادي يجي لعندهم تمايا للتحقيق، وغادي يبداو يسولوه نتايا اشنو كتعرف على هاد المراه؟ قال لهم يا ودي انا هاد المراه راني جيت وصبغت ليها وعطاتني الواجب ديالي، يعني خلاصي خديته، واللي جابني عندها هو واحد الشهر، خلصني مشيت بحالتي السلام عليكم، يعني ما عارف والو. ولكن هما غادي يقولوا ليه غادي تبقى، ومنين نعيطوا لك تجي وما تخرجش خارج المدينه لان ممكن نحتاجوك. هنا غادي يبداو يسولوا الجيران كاملين واحد بواحد، الكبير قبل الصغير، كل شيء اكدوا لهم بان وفاء ما عندهاش اعداء، وبانها انسانه محترمه، وبانها كانت كتبغي الدار على قبل الزوج ديالها غادي يجي. وهذيك النهار اللي تقتلات فيه بالضبط راه جات واحد المراه اللي طلبات ليها الماء، وهي عطاتها الماء تشرب، ولات قالت ليها اعطيني الخبز، والمراه راه دخلات باش تجيب ليها الخبز وعمرات ليها اتاي وجدت ليها البلاطو كامل. فاش جات خارجه ما لقات لا مراه لا والو. غادي يسولوهم البوليس وفين خلات هاد المراه؟ قالوا لهم خلاتها قدام الباب. واش الباب كان مسدود؟ قالت لهم لا، الباب كان محلول، لان المراه كانت اصلا قدام الباب وما يمكنش هي غتسد ليها الباب في الوجه ديالها. غادي بديو يسولوا المهم، ولكن ما وصلوش لراس الخيط. غادي كلشي كيقول بان راها المراه اللي كانت يعني مراه مجهوله. غادي يوليو لهذاك التليفون اللي لقاوه تمايا، وفعلا غادي يقولوا يعني هاد التليفون هو راس الخيط، وهاد التليفون هو اللي غادي يوصلنا للمجرم. غادي يوليو يعيطوا لهذاك الصباغ وغادي يسولوه فينا هي المولات هاد التليفون هذا، واش انت عارفها فين كتسكن، واش عارف لادريس ديالها، واش المهم كله الهضره كامله، وهو كيتهرب ما كنعرفهاش، وهذه غير كليانه كانت عيطات ليا باش نمشي عندها نصبغ ليها. قالوا ليه غادي تصوني عليها او لا، يعني خصنا كيفاش غادي نكونوا واصلين عندها. فاش غادي هو يصوني غادي تطلع النمره ديالو، يعني مقيده بالاسم عندها. واش انت كليانه؟ وغادي يعني يلا عيطات لك اول خطره وصافي كل شيء مقيد بالسميه بكل شيء. وهاد المراه هادي اصلا فاش غادي يقلبوا غادي يلقاوها معيطاليه، ماشي يلا هذاك النهار ولا اللي قبل، ودائما على اتصال به ما يفوق 6 شهور، يعني 6 شهور الاخرانيه كلها والمراه كتصل به. فهنايا غادي يقرروا انهم يهديو التليفونات ديالهم بجوج بيهم للخبره. فاش غادي يديو التليفونات للخبره غادي يلقاو بان السيده كتعرف السيد مزيان واصلا على علاقه به. فهنايا غادي يقولوا ليه خصك ضروري تجيب لنا المراه، لان الهضره اللي كانت بيناتهم في التليفون كانت كلها الغاز، ما كانش شي حاجه اللي باينه وواضحه. مثلا انايا راني وجدت الصخره غادي نجيبها لك البلاصه الفلانيه، مثلا انايا دجاجه صافي نسلتها، مثلا انايا راني جبت القنيه، يعني بحال هاد الشيء هذا ما كايناش شي حاجه اللي واضحه. وهنا يدخل الشك وبداو كيقولوا بان القضيه فيها ان وضروري خصنا هاد المجرمه ولا هاد المجرم اللي صفاها السيده خصو يتلقى، وزيدون التليفون هو اللي غادي يدينا لراس الخيط. فهنايا غادي يقولوا ليه غادي تمشي تدينا لادريس ديال هاد السيده هادي ضروري. السيد بدا كيترعد وقال لهم صافي انا غادي نديكم ونوريكم لادريس ديالها، لان السيد هنايا كان يعني مشدود، ما بقاش عنده الحريه يمشي يهرب ولا شي حاجه، ولا راه الاعتقال. شدوه وعاد بداو كيقولوا ليه خصنا المراه تجي وخصنا هادي وخصنا هادي. عطاهم لادريس ديال هاد المراه، وفعلا غادي يمشيو واللي كان الاسم ديالها فتيحه. غادي يجيبوا فتيحه وغادي يحطوها. نتيا علاش قتلتي السيده؟ بقات كتلحد كتقول لهم اش ما سيده، انا ما قتلت حتى شي سيده،
غادي يقولوا ليها لا ضروري خصك تعترفي، واصلا الشريك ديالك راه اعترف لينا وقال لنا بانك انتيا هي اللي قتلتيها. بدات كتبكي وكتقول لهم هذاك غير كيكذب، شكون هو هذا الشريك ديالي؟ انا ما قتلت حتى شي واحد، واصلا شكون هذه اللي قتلتها وفين شفتها وانا ما فحاليش وهذه. غادي يجيبوا ليها التليفون ديالها وغادي يقولوا ليها واش هذا التليفون ديالك او لا. في الاول نكرات قالت لهم لا وهذا التليفون ماشي ديالي، ولكن فاش غادي يدخل التليفون غادي يلقاو تصاورها، شي تصاور اللي مخله للحياة كما نقولوا. عندها التليفون ديالها، بدات كتخبى وفي التالي غادي تعترف ايه التليفون ديالي انا. وشنو كان كيدير في بلاصه فين تقتلت وفاء؟ هنايا السيده غادي تفكر مع راسها وغادي تخمم مع راسها وغادي تحسبها كما نقولوا صح. غادي تقول لهم انا يا ديك السيده كانت قالت لي اجي تعاونيني في الدار ومشيت نعاونها، وهنايا نسيت التليفون ديالي. انا اصلا كتحاب ليا طاح لي على هادشي ما وليتش وما بحثتش. شنو هي علاقتك بالصباغ اللي صبغ المرا الدار؟ قالت لهم ما كنعرفوش. قالوا ليها لا كتعرفيه، غير قولي شنو هي العلاقه ديالك. هنايا غادي تبدي السيده كتخاف وغادي يواجهوها بالجيران ديال وفاء اللي كانوا عارفين على وفاء الصغيره والكبيره، وغادي يسولوهم واش كتعرفوا هاد السيده. كلشي قالوا ليهم اول مره كنشوفوها، جامي شفنا هاد السيده هادي وعمرها ما جات عند وفاء. ووفاء اصلا حنا اللي كنعاونوها، ما كتجيب حتى شي امراه لا تعاونها ولا تسيق ليها. وفاش حصلات عندها جوج بيوت وكوزينه، وفاش كتكون باغا شي حاجه حنا اللي كنعاونوها، واصلا هي ما كانش عندها فاش راها حاصله. هنايا بدات شويه الريحه كتفوح، وهنا غادي تبدي السيده كتعترف على نفسها. قالت لهم غير ما تاديونيش وعطيوني الحكم مخفف، وانايا غادي نحكي لكم وغادي نعاود لكم كل شيء. المحققين طبعا بداو يسمعوا ليها في الحكايه ديالها. قالت لهم انايا مع هاد السيد هادي عامين وانايا مصاحبه معاه، وهاد السيد هذا كنمشيو وهو يا كيشد الطيور وكيشوف الناس اللي عندهم الفلوس اللي ما عندهمش، اللي عندهم شي ذهيب، وكيشوف الحاله الماديه ديال ديك الاسره. وفاش هو كيشوف يعني وكيميز دوك الناس مزيان وكيعرف شنو عندهم وكل شيء، فعاد انا كنجي وكندير خدمتي. ولكن انا راني ما كنبغيش نقتل، راه هويا اللي كيجي وكيعاونني في القتيله. كاينين الناس اللي صفيناها ليهم وماتوا، وكاين الناس اللي غير خلعناهم ولا ضربناهم ومشينا هربنا وما تشديناش. غادي يسولوها شحال من ضحيه ديال القتل اللي كانت. للاسف الشديد غادي تقول لهم اكثر من 16 الحاله، يعني اكثر من 16 العائله اللي تعدت عليها هاد السيده هذه وصفاوها ليهم بلا الناس اللي كانوا جرحى وبلا وبلا وبلا. هنايا المحققين فعلا تصدموا بان انت كتجيب صباغ عندك للدار شويه كيخرج لك في هاد الشيء كامل. هي بدات كتقرب داك الشيء كله. قالت لهم راه هاد الناس هادو يعني هاد العائله التاليه اللي هي عائله ديال وفاء او الدار ديال وفاء، قالت لهم راها هي انا مشيت لعندها ودقيت عليها، وبعد ما هو خرج من عندها وقال لي صافي المهمه ديالي سالات بدي نتيا. السيده عندها فلوس وعندها الذهب، فانايا هنايا جيت ودقيت عليها وقلت لها راه خصني الماء، عطاتني الماء وقلت لها فيا الجوع، وهاد السيده هذه دخلات باش توجد ليا ما ناكل وخلات ليا الباب مفتوح. وفاش خلات الباب مفتوح انا يتسلت ودخلت للبيت اللي كان عامر بالربله، يعني كانت المراه كتخوي بيت في بيت حيت كانت كتصبغ. قالت لهم دخلت وتخبيت تما وقطعت الحس. هي خرجات وسدات الباب بعد ما عيطات وعيات كتقلب عليا وما لقاتنيش، بقيت مخبعه حتى خرجات هي ومشات عند واحد الجيران ديالها اللي كانوا هنايا قرابين. انايا هزيت الذهب اللي كان عندها وهزيت الفلوس، ولكن هي سدات عليا الباب بالساروت. انا ما عنديش كي ندير نخرج وما عنديش كي ندير نهرب، فانايا قررت انني غادي نبقى في الدار حتى تجي هي. وفاش هي جات جاو معها الجيران، يعني ما يصلحش ليا نقتل هذيك الساعه
عاتيك. وفاش مشاو الجيران هي دخلات وسدات الباب من موراهم، وانايا كنت كنستنى الفرصه. دخلات بنتها وحطات ليها الماكله في البيت، سديت ليها فمها انا لانها كانت على كانت كتلمط وحاطه واحد السداري وحانيه عليه. سديت ليها فمها وبديت كنعطيها بواحد الموس اللي كان رقيق وغير صغير، ماشي حتى كبير ولكن كان رقيق وطويول شويه هكا. بديت كنغرس لها فيها وسد ليها فمها وكنغزها في الصدر وفي الظهر ديالها. ولكن هادشي كنت انايا حليت الباب وغيب شويه، حليت الباب حيدت ليه الساروت وحليته وبقيت كنغز فيها. انايا واحد اللقطه كتحابني هي ماتت وحيدت يدي على فمها. انا حيدت يدي وهي غوتات واحد 3 د الغوتات. فاش انايا سمعت البنت كتقولها ماما ماما، هربت بحالاتي قبل ما تجي البنت وتفضحني. وانا نسيت التليفون ديالي، انا كتحابني باقي حيه، ما كتحابنيش ماتت. ومشيت وسديت الباب وخرجت بحالاتي. هنايا غادي يعرفوا كيفاش البنت انها ما شافت حتى شي واحد، والبنت اصلا ما كذباتش لانها قالت لهم ما شفت حتى شي واحد. وغادي يقولوا لها واش ما شافك حتى شي واحد من الجيران؟ قالت لهم الحومه اصلا كانت خاويه لان الوقت كان معطل وكان ما كاين حتى شي واحد. البنت فاش بقات كتبكي انا خفت نتشد ولا نتفضح، اللهم هربت. هنا غادي يوليو عند الصباغ وغادي يشوفوه واش فعلا بان هاد الهضره هادي فعلا كاينه، واش فعلا هو عنده علاقه مع هاد السيده هادي. هو في الاول غادي ينكر، ولكن فاش غادي يواجهوهم فاس غادي يبداو يقروا على بعضياتهم بعض. وهي غتقول ليه انت اللي كتقول لي سيري وسيري، وانت اللي خليتني اصلا نقتلها. انا هاد السيده هادي قلت لك صافي الا كان عندها شي فلوس هزها انت فاش تكون تصبغ، لان كان عندك كيفاش دير وتهز الفلوس وتهز الذهب وكل شيء اللي عندها. ولكن انت ما بغيتيش، انت قلتي لي ان فاش كنتي خارج عيطتي لي قلتي لي ها هي، وفلان قتلناها انا وياك، وفلان قتلناها انا وياك، وفلان شفرناها انا وياك. وبداو يعترفوا على بعضياتهم بعض. وهنايا هاد المجرمين غادي يكونوا تفضحوا، ولكن للاسف تفضحوا بعد ما كانوا صفوها لبزاف ديال الناس اللي كانوا ضحيه ديال الثقه، كانوا ربما ضحيه ديال القلب الطيب ديالهم. لان هذه هي خدمتها، كتقول لهم خصني نشرب، خصني ناكل، ما عندي ما نشرب، عافاك جاني البرد، عافاك راجلي كيجري عليا، عافاك ولدي كيجري عليا، خبيني عندك. وهنايا كدير ما بغات في هذوك مالين الدار. غادي هنايا يشدوهم وغادي يقدموهم طبعا للمحكمه، وهنايا غادي تحكم عليهم المحكمه بالمؤبد بجوج بيهم. وفاء مسكينه مشات عند اللي خلقها، الزوج ديالها غادي يجي للبلاد طبعا، وغادي يهز الابنه ديالو وغادي يديها وغادي يخليها عند الام ديال وفاء الله يرحمها ويوسع عليها. بعد ما غتكون داز تقريبا واحد العام فغادي يجي وغادي يدي بنته معاه، لان ما قدرش انه يخلي هاد البنيته هادي هنايا جالسه. واللي زوين في القضيه كامله انه تزوج باخت وفاء، قال اللهم ندي خالة بنتي لانها غتحلي في بنتي، ولا غادي نخلي انايا شي مره اخرى اللي غتجي وغادي تكرفس. للاسف الشديد في هذه القصه هذه كاين بزاف ديال العبر، واولهم الثقه. ما نثق حتى شي واحد، وحتى الا كنت باغا نصدق ولا نعطي شي حاجه لشي واحد فما نخليش الباب ديالي مفتوحه، لان الزمان اخوتي ولا خايب وما بقاتش الثقه حتى بشي واحد. صدقوني الا قلت لكم الثقه انعدمت في الجميع. ما بقاتش انك تصدقي ولا تدخلي ولا شي حاجه، ولا تقولي هذا نخليه في الدار ديالي، ولا هذا راه على برا ما عندوش فين يسكن ندخله. للاسف الشديد بكثره ما ولينا كنشوفوا هادشي ولينا كنخافوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احبابي في الله، الا عجبتكم القصه ما تنساونيش بلي لايك وبالبارطاج ديالكم، وبارطاجي ولايكيو الفيديو باش هكايا تعم الفائده على الجميع، وهكا تبقى توصل القصص، وباش كل واحد ياخذ قصه
وياخد منها عبرة باش ما نبقاوش نديروا اخطاء ربما اللي الناس اخرين داروها، حنا ما خصناش نطيحوا في نفس الخطا. لا حول ولا قوه الا بالله. وطلبوا جميع الرحمه لهاد السيده هذه، والله يحفظ لها البنيه ديالها، والله يحفظ الزوج ديالها. هي مسكينه بدات كتجمع وكدير ذهب وكتجمع الفلوس، ما كانتش عارفه بان هذيك الفلوس غادي يجيو واحد المجرمين اللي غادي يديوها بارده، وما كانتش عارفه بان داك الذهب غادي تديه واحد المجرمه بارد. داكشي كلشي زعما غتديه غير هكاكين، وغادي تمشي هي ضحيه قتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبابي في الله، شكرا لكم وشكرا لكل واحد وصل معايا حتى لهاد الدقيقة هذه. اللي يخديكم عليا خليوا لي تحت الفيديو التعليق ديالكم، وكتبوا لي شنو استفدتوا من هاد القصة وشنو كان على وفاء الدير. هذه هي القصة ديال اليوم، ما سخيتش بكم ولكن وصلت للنهاية ديال القصة. اللي يخديكم عليا، والسلام عليكم وإلى فيديو آخر بحول الله.